مفيش خوف. رينارد مدرب المنتخب السعودي اعلن التحدي النهارده في المؤتمر الصحفي، وبصراحه الراجل عنده حق. يخاف ليه؟ هو كسبان احد الفرق المصنفه بالفوز بكاس العالم في قطر 2022. في المقطع ده هنوضح كل حاجة قبل المباراة، من تاريخ المواجهات الفرقتين مع بعض، وكمان أبرز التصريحات اللي كانت في المؤتمر الصحفي، وإيه أفضل سيناريو تبدأ به السعودية المباراة، وإزاي يقدر رينر يتغلب على الغيبات اللي موجودة عنده المتمثلة في ياسر الشهراني ربنا يا رب يشفيه، وكمان سلمان الفرج، بالإضافة إلى اللعيبة المهددة بالإيقاف في المباراة القادمة في حالة الحصول على الإنذار الثاني. من الآخر الحلقة دي نار، إياك تفوتها. وطالما وصلت معانا لحد هنا واول مره تزورنا، ما تنساش اشتراكك اللذيذ ولايكك السريع، وارحبوا يا الغاليين. بعد تحقيق المفاجاه اللي من العيار الثقيل، كتيبه الاخضر السعودي تصطدم بالصخور البولنديه الهشه دفاعيا، اللي رفع شعار لا بديل للفوز، وده ان شاء الله مش هيحصل مع رجاله الاخضر السعودي. للاسف مواجهات المملكه العربيه السعوديه مع بولندا كانت سيئه في السابق، لعبوا مع بعض 4 مباريات وكانت مباريات كلها وديه، وللاسف السعوديه خسرت ال4 مباريات، ولكن ده حاجه ما تقلقناش قوي، لان السعوديه في المباراه الرسميه حدث ولا حرج، وبعدين نمسك الخشب وخمسه عليك كمان يا الاخضر. المباراه بخلاف انها بوابه للصعود للادوار الاقصائيه، الا ان حدتها بدات من المؤتمر الصحفي. رينارد مدرب المنتخب السعودي رفع شعار لا للخوف، والراجل بصراحه عنده حق. الراجل كسبان احد مرشحين الفوز بكاس العالم في قطر 22، وكمان متصدر اقوى المجموعات، فيخاف ليه؟ رينارد في المؤتمر الصحفي قال ان فريقه استحق الفوز على الارجنتين، ودي فعلا حقيقه، وقال كمان ان الحديث من الاعلام الغربي انه كان مجرد صدفه ده كان امر مضحك جدا، وقال ان الشعب السعودي فخور وسعيد، بس احنا لازم نكمل اللي بدأناه. بس هنا هنقف شويه ونقول له مش الشعب السعودي بس اللي كان مبسوط وسعيد يا رينر، كان العالم العربي كله والعالم الاسلامي كان كلهم في منتهى السعاده والفرحه بفوز المنتخب السعودي. ولما سالوه عن الاسماء الكبيره اللي بيواجهها رجاله المنتخب السعودي زي مثلا ليفا وميسي، قال احنا ما بنخافش من حد، بالعكس ده بيحفزنا مش بيخوف، والهدف اللي احنا بنسعى له هو الصعود، سواء كان اول او ثاني مش هتفرق كتير. وفي نهايه المؤتمر تمنى الشفاء لياسر الشهراني، ولما اتسال على بديله قال جميع اللاعبين جاهزين، في خالد الغنام وكمان البريك. اما مدرب بولندا اللي اتهاجم من الاعلام البولندي وده كان بسبب طريقته الدفاعيه، قال ان المباراه هتكون صعبه جدا واحنا مش هنقدر نغير في خطتنا من المباراه السابقه، وقال كمان ان احنا عارفين تشكيله المنتخب السعودي وكمان جهزنا التكتيك اللي يناسب المباراه، وطبعا مش هقدر اكشف عنها، واحنا جاهزين للمباراه وكمان جاهزين للضغط. طبعا يقصد في الضغط ده هو الضغط اللي عليه من الاعلام البولندي بسبب سوء الاداء امام منتخب المكسيك والدفاع اللي كان زياده عن اللزوم، وقال كمان ان حظوظ الفريقين متساويه، وما اعتقدش ان طريقه لعب السعوديه هتتغير عن اللقاء السابق وهو لقاء المنتخب الارجنتيني. وختم حديثه وقال لا توجد فرق كبيره وفرق ضعيفه، التاريخ يكتبه الفائزون، وان شاء الله يكون المنتخب السعودي هو اللي بيكتب التاريخ بالفوز دائما، سواء كان على الارجنتين زي ما كتبوا الاول وكمان بولندا، وبامر الله تعالى على المكسيك، ويحصد العلامه الكامله و9 نقاط ويصعد اول مجموعته مستريح ويلعب مع اي حد. اما سيناريو المباراه من وجهه نظري ومن وجهه نظر اكيد بعض الجماهير السعوديه هو الهجوم المبكر علشان نجبرهم للتراجع ونحاول نخطف هدف مبكر، طبعا مع الحذر والتنظيم الدفاعي، خاصه الرقابه الجيده من البليهي وكمان حسان التبكتي على ليفاندوسكي اللاعب المتميز لاعب برشلونه، وحرمانه من الكرات العرضيه اللي طبعا بيتميز بيها. اعتقد ان ده هيكون افضل سيناريو، خاصه كمان ان احنا عندنا دلوقتي ميزه الصيت ولا الغنى، ومفيش اجمل من الصيت ان انت تكسب منتخب الارجنتين اللي هو المفروض مرشح ان هو يفوز بكاس العالم، وبعدين يا جماعه لما هنهاجمهم من البدايه هنأكد ليهم اننا ما فزناش حظ او بمجرد صدفه، وده طبعا هنخلي رقابهم تخبط في بعضها. كمان يا جماعه لازم نستغل عامل الصراعات اللي موجوده في صالح الشهري وكمان سالم الدوسري في ظل البطء الشديد اللي بيعاني منه دفاع منتخب بولندا، وطبعا غياب سلمان الفرج المايسترو في نص الملعب، وغياب كمان ياسر الشهراني الوحش في الدفاع هيكون مؤثر جدا على كتيبه الاخضر السعودي. ولكن اعتقد ان بديل سلمان هيكون سامي النجعي، اللاعب ده نشيط جدا وقوي وكمان رجله حلوه على المرمى، وبديل ياسر مش هنختلف كتير منهم، ممكن البريك او الغنام، الا اذا فكر رينارد يلعب ب3 مدافعين، وده حاجه اعتقد من المستحيل. اما توقعي لنتيجه المباراه اتوقع بامر الله تعالى فوز المنتخب السعودي بهدف لا شيء، ولكن في توقع تاني زي ما احنا قلنا في البدايه، هو توقع البغبغاء باللغه العاميه،
مواطن سعودي وثق مقطع على منصة التيك توك وجاب علم الفرقتين، علم المنتخب السعودي وعلم المنتخب البولندي، وجاب حبتين من الكرز وحط حباية هنا وحباية هنا، وقال للبغبغان توقع يا نجم، والبغبغان ما كذبش خبر ودخل على علم المنتخب السعودي واكل الحبة. وطبعا ده للضحك والهزار، ولكن ان شاء الله رب العالمين بكره ربنا هيفرحنا فرحة تانية، بس قولوا امين يا رب العالمين. بس كده.